هذا رضاكم هذا شعاري يقصدكم أحاربوا برجاه الله ما ترى ولي. أم الشهيد طه لطفي محمد الثلايا وأم الجريح الأسير معين لطفي محمد الثلايا. وهذا أرضنا 320 لبنة على الخط الزبيري. معنا بصاير، معنا كسول، معنا أحكام، معنا حكم من الإمام يحيى، ومعنا حكم من كاتب الوصايا، ومعنا كل شيء. وبعد ما استشهد ابني ده الله يرحمه شكلوا لجنة بقيادة القاضي عبد الوهاب المحبشي، وجلسة اللجنة تبحث 8 أشهر. بعد 8 أشهر صرنا لعند القاضي عبد الوهاب المحبشي وكانوا أنصار الله موجودين، وحكم قال الحق حقكم يا بيت الثلايا، وأن الأوراق والبصائر حق الشركة الكويتي والمالية مزورة وليس لهن أي صح من الباطل، وأنها مزورة وأحكامهم مزورة. طلعوا علينا أحكام وصلت، طلعوا علينا والآن يهددونا كل صعب حمل، يهددونا أن عدوا لنا حمله. يا سيدي عبد الملك ساعة ما نصرت غزة وقمت معاهم ونصرتهم، انصرنا، احنا مظلومين، احنا تعبنا، احنا بعنا ما فوقنا وما تحتنا، سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، ولا لقينا من يخارجنا. قال القاضي عبد الوهاب المحبشي أنا سوقف معاكم وأخارجكم، والآن 4 سنين ولا فعل شيء، وإحنا الآن في وجهكم، في وجه المشايخ، في وجه كل إنسان حر عربي يمني أن يفزع معانا يخارجنا. إحنا ظلمنا، إحنا تعبنا، إحنا بعنا ما فوقنا وما تحتنا. يا سيدي عبد الملك الظلم زاد والباطل زاد، ظلمونا. قضيتنا كل واحد يقول قضيتكم مشفرة، قضيتكم فيها أكبر مسؤول في الدولة. إحنا الله معانا وأنتم تنصروا المظلوم. انصرنا يا سيدي عبد الملك، انصرنا بجاه الله، وهذا جاه الله عندكم، وهذا جاه الله عندكم أن تنصرونا. خارجونا. هذا جاه الله عندكم، خارجونا، خارجونا يا سيدي عبد الملك، وأني قصدر يا راسي لكم، أو عسى الله تخافوا من الله. خارجوا بيت الثلايا تعبنا. هذا رضاكم هذا شعاري يقصدكم أخرجونا بجاه الله ما ترى ولي مع المفتحنة، ولا نخرجوا ويحددون حتى لنا حملة، لن نخرج من أرضنا إلا جثث أنا وزوجي وجهالي بحجر الله. هذا جاه الله عندكم يا رب، هذا جاه الله عندكم يا يمنيين، هذا جاه